السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات محلية أو تطبيقات عالمية، زي تطبيقات العقارات، تطبيقات السيارات، التطبيقات اللي بتسرق بياناتك وبتستنزف حساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق أسدا ASDA Money Credit. التطبيق ده من أهم التطبيقات اللي هتمكنك إن أنت تعمل بطاقة أسدا. التطبيق ده هيخليك تدير كل حساباتك أثناء التنقل بسهولة ويسر. التطبيق ده مساحته حوالي 42 ميجا بايت، وحجم عمليات التنزيل ليه أكتر من 100 ألف عملية تنزيل تمت للتطبيق. بعد تحميلك للتطبيق هتبقى على اطلاع دائم ببطاقة أسدا ماني الائتمانية الخاصة بيك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بيه في أي مكان وأي وقت تحتاج ليه. كل اللي عليك إن أنت تسجل الدخول باستخدام رمز المرور اللي أنشأته أثناء تطبيق تقديمك للتطبيق، وهيتيح ليك فرصة إعادة تعيينه لو كنت محتاج إن أنت تعمله مرة تانية. لو أنت مش عميل دلوقتي هتبقى على اطلاع دائم بإنفاقك من خلال الإشعارات في الوقت الفعلي مباشرة لهاتفك. دلوقتي هتبقى من العملاء لما تتبع جميع الخطوات، وهتبقى من أسرة أسدا ماني. هتقوم كمان عن طريق التطبيق باستطاعتك ان انت تجمد وتلغي تجميد بطاقتك في ثواني من اجل راحة بالك، وهتدفع كمان في اي وقت، وهتقوم باعداد وادارة الخصم المباشر بيك او باجراء دفعة لمرة واحدة بس عن طريق بطاقة الخصم. بعد تحميل التطبيق هتبدأ بسهولة ان انت تبحث في معاملاتك عن طريق بائع التجزئة او الموقع، وتضيف العلامات الخاصة بيك بسهولة لسهولة التصفح، وهتقدر تعرض تفاصيل بطاقتك ورقم التعريف الشخصي بشكل آمن في التطبيق في اي وقت بتحتاج ليه. أتمنى أكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول رأيه في التعليقات، سواء كانت تعليقات إيجابية أو سلبية، علشان كلنا نستفيد من التطبيق. اشترك دلوقتي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالمنا عالم التطبيقات، أو تقدر تتواصل معانا دلوقتي بشكل مباشر على صفحتنا، صفحة مراجع برامج، والموجودة على الفيسبوك. اشترك معانا في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.